فجر تحكيمي وضربات الجزاء لو لينا ما تتحسبش ولو علينا بتتحسب. شحاتة وعمر جابر وزيزو بيقودوا الزمالك للفوز على الحرس غصب عن منظومة التحكيم الوسخة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. جروس بنفس التشكيلة كالعادة باستثناء الونش اللي تعرض للإصابة في الإحماء، وألف سلامة يا ونش وإن شاء الله تكون بسيطة. عواد، عمر يمين وفتوح شمال، حسام وحمزة في القلب، دونجا وشحاتة قدامهم عبد الله، زيزو وشلبي، وفي الهجوم حسام أشرف. قبل ما نخش في الماتش، النهارده كان في فجر تحكيمي والحكم حاول بكل الطرق انه يخسرنا. فتوح وقع على الارض ووضع الايد طبيعي يقوم حاسب ضربة جزاء، مع ان لينا اختها في ماتش سيراميكا ما اتحسبتش. ولو بتسأل ليه هقول لك الاجابة بسيطة، لو لينا مش هتتحسب والايد داعمة، ولو علينا يبقى هتتحسب والايد مكبرة الجسم ومنعت الكورة. المهم ان الزمالك ما يكسبش. ضربة جزاء التانية للحرس اصلا ضربة جزاء لشحاتة يا فاجر، والفار الضلالي مرجعه يشوف الكورة من عند المسلوسي بس. طب ما تجيبها له من الاول، لكن ازاي نرجع من الاول نلاقي الزمالك هو اللي هيتحسب له بيلن؟ ما ينفعش طبعا نحسب عليه بيلن، الحرس يسجل ونكهرب الماتش ونضيع مجهود اللعيبة والمدير الفني. المهم ابو الباص احمر يكون مبسوط وراضي. التحكيم امبارح ما يحسبش ضربة جزاء واضحة على الاهلي عشان يكسب ويكمل في المنافسة، والنهاردة الحكم يعمل كل حاجة عشان الزمالك يخسر والغلابة تنام مبسوطة، وهو ده الدوري المصري. على طول من بداية الشوط الزمالك بيخش في الموضوع على طول. واحدة من زيزو في دار الدفاع عظمة لعبد الله، يستلم ويحط والحارس يشيل. كانت عايزة من مرة واحدة دي عبد الله، مش محتاجة انك تستلمها. بعدها واحدة بيرجعها عبد الله لشحاتة اللي بيلعبها يا عيني لعمر جابر اللي متحرك عظمة كالعادة في دار الدفاع، ويريحها بصدره لزيزو، والاول للزمالك عن طريق الملك، واحتفال كالعادة مع شيكا. جون حلاوته في تحرك عمر وتمريرة شحاتة اللي بالمسطرة، ودخول زيزو الرايق من الجناح للعمق كمهاجم. واحدة بيسندها زيزو على شحاتة اللي بيخش ال18 ويعمل عرضية تروح لشلبي. بتعمل ايه يا ابني؟ هو انت بتعرف تلعب وانت واقف على رجلك عشان تبقى عايز تقلبها؟ يا ابني اتقي الله فينا بقى شوية. بعدها كورة من نفس ثغرة فتوح ناحية الشمال، الواد بيروح فتوح بيتزحلق وياخدها، لكن فجأة بنلاقي الحكم حاسب ضربة جزاء. يعني فتوح على الارض وايده على الارض وما راحتش للكورة ولا مكبرة جسمه، واسمها في القانون الايد الداعمة، ولينا اختها في ماتش سيراميكا زي ما قلت. ساعتها الكل قال ان اللاعب لازم يسند بايده يا جماعة، اكيد مش هينزل على جنبه يعني. طب ضربة جزاء ازاي يا فجرة؟ لا والحكم حاسب والفار بيأكد. فجر ما بعده فجر والله. ده احنا لسه امبارح رامي ربيعة شادد الواد وداخل فيه برجله والحكم عامل فيه اعمى والفار كأنه عطلان عشان ده الاهلي. ولحد امتى هنفضل في الوساخة والفجر ده يا منظومة وسخة ما بتشوفش غير ابو الباس احمر؟ لكن الزمالك ورجالته بيكملوا ويضغطوا الحرس. شلبي بيستلم في العمق يلف ويسند على حسام، يديها لشحاتة اللي بيلعبها تاني لشلبي اللي قاطع في العمق، والفينش حلو والتاني للزمالك، ونرجع نتقدم غصب عن الحكم والفار. بعديها كده كرة على الماشي، وعشان النية واضحة انها وسخة من الاول لاعب الحرس وشه للجون ورجعها للحارس اللي بيمسكها، والحكم اعمى مش شايف. مش بقول لكم النية وسخة من الاول؟ المهم الرجالة بتكمل ومن ركنية يلعبها زيزو، لاعب الحرس بيشوط المسلوسي، ولاعب الحرس التاني ماسك شلبي وحالف ما يسيبه، والحكم كل اللي عليه عمال يقول لهم قوموا قوموا. صح، واحنا لابسين احمر عشان يتحسب لنا على طول. المهم فجأة كده بنلاقي الفار اشتغل واستدعى الحكم يروح ويرجع يحسبها بسرعة، وده معناه حاجة واحدة، وهي انه شافها في الملعب وعارف انها ضربة جزاء وبرضه ما حسبهاش. بتتحسب ضربة الجزاء والملك على التنفيذ، وعد التالت للزمالك والتاني للملك، واحتفال رايق بينه وبين شيكا كالعادة. شوط بيخلص للزمالك 3-1. احسن لاعب فيه كان شحاتة، تحرك وزيادة وصناعة، والجروس اللي طريقته وكورته السريعة المباشرة عمالة تبان مع الوقت. مع بداية الشوط الثاني عبد الله بيودي شلبي انفراد يلعبها تشب من فوق الحارس، لكن الدفاع يطلع،
واحدة كمان بياخدها شحاتة ويدوس عليها ويخش ال18 ويشوط والحارس يصد، تترد لعبد الله يحطها جون، لكن للأسف كان اوفسايد. بيتدخل جروس ويطلع شلبي وحسام أشرف اللي ما جاش النهارده، وينزل مكانهم الجزيري وبنتايج. بعدها بشوية يعمل تغييرة كمان ويطلع عبد الله عشان يريحه وينزل شيكابالا. بعدها بتيجي كورة لشحاتة في ال18، لاعب الحرس بيشوط رجله، لكن الحكم بيقول له قوم ويلا نكمل اللعب عشان الهجمة دي تترد علينا بانفراد، والمسلوسي يعمل ضربة جزاء وتتحسب علينا وكمان يطرد. من ضربة جزاء لينا لضربة جزاء علينا. ويوم ما الفار اتدخل عشان يقول له ان المسلوسي كان فيه تنافس على الكوره وانها مش طرد، ما جابلوش حتى كوره شحاته من الاول، لان زي ما قلت لو كان جاب له كوره شحاته من الاول كان هيلغي البيلن ويحسب بيلن للزمالك. بس ازاي بالله عليكم ينفع دي تيجي؟ ما ينفعش، يبقى مش ده التحكيم المصري. المهم بتتحسب ضربه الجزاء وبيلغي الطرد وبيدي انذار للمسلوسي ويخش وتتسجل وتبقى النتيجه 3-2 والماتش يتكهرب من ماتش سهل احنا راكبينه وعاملين فيه تقريبا كل حاجه في الكوره لماتش صعب والنتيجه بتقرب 3-2. والحكم بصراحه عرف يعمل شغله مظبوط، وعلشان الحكم عمل شغله مظبوط ركنيه بتترفع، دربكه، لعيبه الزمالك اتوترت عايزه تحافظ على النتيجه، تتشاط في الدربكه دي، لكن عواد يمسك. كل ده ليه؟ عشان حكم قرر ان الزمالك ما يكسبش معايا النهارده. بعدها واحده بوش الرجل طويله عظمه من شحاته للجزيري، ياخدها ويجري بيها وطالع له 2 من زمايله، كان بنتايج وكان زيزو، 3-2. يقوم عامل ايه؟ واقف على الكوره وراجع بيها لورا. هي دي الدولارات اللي بتدفع في مهاجم زي ده، مش بس مهاجم زي ده، هي دي الفلوس اللي تدفع في لعيب زي ده. كوره نروح نخلص بيها الماتش 3-2 تقوم واقف وراجع بيها لورا. لا وكمان ده لسه مجددله. فشل الاداره بيخلي الواحد خلاص يزهق انه يتكلم عنه والله. واحده البنتايج في اخر دقيقه ياخدها بشماله ويعدلها على يمينه ويشوطها عظمه تخلع العارضه من مكانها، وبيها ينتهي الشوط الثاني والماتش بفوز الزمالك 3-2 على الحرس غصب عن التحكيم. عايز اتكلم على 3 لعيبه النهارده. اولهم عمر جابر، اداء فوق العظمه ولسه متكلمين عليه الحلقه اللي فاتت وادينا له حقه عشان النهارده ياكد ان الحمد لله الواحد عينه سليمه، على طول فتح الخط، على طول حل للوينج اللي معاه، والنهارده كان اداؤه عظمه واستمرار. فتره لعمر جابر من افضل سنين الكره، ان ما كانتش هي افضل سنينه اصلا. تاني لعيب وده واضح زي الشمس والعبد لله اتكلم عليه من زمان وزمان قوي وهو شحاته. اظن النهارده واضح شغل الراجل وطريقه لعبه مع جروس، وانا بقول لكم لسه شحاته كمان في حاجات لسه ما طلعهاش، وان اللي شفناه النهارده باذن الله يكون بدايه للاعيب كبير يشيل نص ملعب الزمالك. تالت لعيب اكيد الملك، النهارده جاب ضربه الجزاء وجاب الجون الاول وبيستمر في انه يبتدي يستعيد مستواه. جاب اجوان النهارده وجاب اجوان الماتش اللي فات وصنع اجوان، وده العادي بتاع زيزو، لكن لسه زيزو احسن من كده بكتير وهو اللي عودنا على كده. وان شاء الله باذن الله مشكله التجديد تخلص، وانا بسميهاش مشكله، الموضوع باذن الله وقت ويخلص ويرجع تاني الملك يركز معانا. الملك ان النهارده فض الشراكه مع اسطوره نادي الزمالك كابتن حماده امام عشان يخلي نفسه سادس الهدافين التاريخيين للزمالك، وغيره اخره يقلد احتفاله. اما بقى بالنسبه لجروس فانا شهادتي في الراجل ده مجروحه. انا كده كده الراجل ده انا بحبه، وكده كده زي ما قلت شغله هيبان مع الوقت، وزي ما قلت لكم كرة الراجل ده سريعه مباشره بتتلعب على طول في العمق. نص الملعب بتاعه لازم يخش ال18، الاجنحه لازم تضم للعمق. زيزو بيعمل الموضوع ده بمنتهى السهوله، شلبي ابتدى اخيرا يتعلمه وبان في الجون الثاني. الخلاصه ان جروس باذن الله هيوقف الفرقه دي على رجليها، ولازم الاداره تساعده وتوقف هي كمان الفرقه على رجليها.